الخصائص الثقافية بالقارة الإفريقية هنجدها تتمثل في الفنون، الحرف التراثية والأدب. الفنون زي الموسيقى مهمة جدا في قارة إفريقيا لارتباطها بالطقوس الدينية، زي الرقص على أنغام الطبول، والطريقة دي كانوا بيستخدموها للتقرب للمعبودات الإفريقية الأسطورية. أما بالنسبة للحرف التراثية فنجدها متمثلة في حرفة صناعة الفخار، الخزف، الجلود، المنسوجات، الأخشاب، الحلي، الأواني. دي بتكون مميزة جدا في قارة أفريقيا وذات طابع إفريقي خالص. أما الثروة الأدبية في قارة أفريقيا فهي وصلت لحد العالمية، لنجد إن هناك كاتب إفريقي نيجيري سنة 1986 حصل على جائزة نوبل في الأدب، وده لأن كانت كتاباته بتتميز بالدفاع عن الهوية الثقافية الإفريقية لأجل إن هو يحميها من تأثير الاستعمار عليها. والأديب التاني الإفريقي اللي حصل على جائزة نوبل كأول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل وهو نجيب محفوظ. أعماله تناولت القضايا الاجتماعية المصرية في القرن العشرين. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. إفريقيا بتقول طقوسها الدينية بالرأس على الطبول، للي ما تتقرب من معبوداتها الأسطورية هكذا تقول. أما الحرف التراثية فخار خازف وأواني، حلي وأخشاب، منسوجات وجلود. أما ثروتها الأدبية دي وصلت حتى العالمية، ويلي سوينكي أديب نيجيري أول من حاصل على جائزة نوبل، والهدف الأدبي اختار إنه يدافع عن الهوية الإفريقية وحمايتها من تأثير الاستعمار. وجائزة نوبل أول أديب مصري يفوز ده كان أديبنا نجيب محفوظ، وأعماله تناولت قضايا اجتماعية والمصرية في القرن العشرين